السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. موعد الفقرة التحكيمية مع محلل التحكيم بالبين سبورتس جمال الغندور. طبعا كابتن جمال، مساء الخير، تفضل. كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. المباراة قبل الأخيرة في كأس العالم قطر 2022، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين المغرب مع كرواتيا، أدارها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، المباراة الثانية له بعد أن أدار في دوري المجموعات أمريكا مع ويلز. 3 حالات في المباراة نرى منهم أو نحاول أن نرى منهم معيار احتساب المخالفة. هنشوف هنا سقوط للمهاجم والحكم في مركز جيد ويشير باستمرار اللعب، وحكم الفار لا يتدخل. هنا هل هناك عرقلة أم لا، أم هناك تحايل من اللاعب؟ نشوف هنا ادي اللحظة اللي نحكم عليها. هذه هي اللحظة. بالتأكيد ما فيش احتكاك طبيعي بالقدم، إما في مخالفة أم لا، لكن خلينا نشوف هل وصلت قدم اللاعب، هل وصل قدم المدافع لقدم المهاجم. هل نرجع هي اللقطة دي معلش نرجع اللقطة دي هي اللي هتبين لنا. لا خلاص راحت اللقطة اللي فاتت، معلش. أيوة نرجع تمام. بس هنا شوف حضراتكم، هنا ادي اللقطة بتاعت ارتكاب المخالفة. هنا المعيار لا يمكن ان نضع في الاعتبار انها لمسة خفيفة او لمسة ثقيلة، المهم ان لها تأثير ام لا. اعتقد هنا هناك عرقلة باهمال من المدافع كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح كرواتيا. طيب نشوف حالة تانية أيضا طلب فيها المنتخب المغربي بمخالفة بركلة جزاء. نشوف مع بعض اللعبة ونشوف هل كانت هناك مخالفة أم لا. نشوف مع بعض هنا الكرة، وهنا لا يمكن أن أتحدث عن مكاتفة، هنا مطالبة بمخالفة. هنشوف مع بعض اللعبة مرة تانية. من هنا طبعا اللاعب جاي من مسافة، وأيضا الكتف في الظهر وليس في الكتف، مش متساويين عشان اقول ان في مكاتفه. كتف في الظهر، اذا هناك مخالفه. المخالفه كانت خارج منطقه الجزاء، وكان يجب احتساب ركله حره، ولكن خارج منطقه الجزاء. الحاله الاخيره هنشوفها مع بعض ايضا، ونشوف هل كان في تاثير وكان في مخالفه ولا لا. نشوف مع بعض. هنشوف هنا في كره عاليه، لاعب بيقفز علشان يلعب، وبعدين مطالبة أيضا باحتساب مخالفة، واللعب مستمر. طبعا بعد ما توقف الكرة سيبحث حكم الفار. نشوف مع بعض، نشوف اللاعب رقم 16 ونشوف يده التي تمسك اللاعب رقم 19 وتؤثر على قدرته على لعب الكرة. لاعب بيلعب كرة وهو المهاجم، والمدافع لا يلعب الكرة. المدافع يضع يده ويمسك بيده، وهذا المسك يؤثر على المهاجم. نشوف مع بعض تاني اهو، نشوف اهو المهاجم اهو، ده المسك اللي منع المهاجم ان هو يلعب الكرة بالشكل الصحيح. شوفوا ميلة جسمه لورا، هذا الميل لورا ده خلى الكرة تصطدم بيه، بدلا من انه يلعب الكرة بكل اريحية لم تصطدم. انا بقول ليه مفيش منافسة؟ لان المهاجم بيرتقي عشان يلعب، والمدافع مستقر في مكانه، قدمه على الارض، لا يلعب لا ينافس، ولكنه استخدم يده في انه يوقف المهاجم من لعب الكرة. لان في ناس كتير جدا بتتكلم عن فاول خفيف وفاول قوي وفاول. المهم هنا التأثير، المهم هل كانت منافسة ولا لا. لم تكن هناك منافسة في هذه الحالة. المهاجم يرتقي والمدافع مستقر على الأرض ويكتفي بوضع يده ليمنع المهاجم من أنه يلعب الكرة بالشكل الصحيح. ركلة جزاء لم تحتسب لصالح المغرب. انتهت المباراة وانتهت الحكاية، ولكن هناك أخطاء لابد من رصدها. اهلا بكم. معنا مدافع المنتخب المغربي بدر بنون. اهلا وسهلا بك مره اخرى. صحيح انتهت الرحله في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربه والجميع سعداء بما حققتم. هل انتم راضون على هذا المركز الرابع ام كنتم تتمنون اكثر واحسن؟
لا حنا كنا كنتمناو اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا نظرا للمستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابله على هدف واحد، هو احراز ميداليه اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجايه مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزه، ولكن كنظن بان بدايه ديال المقابله اليوم ما بديناش مزيان على غير العاده، ولكن الحمد لله حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطوله من الاول ديالها وغادي يمشي حتى لاخر يوم ديال البطوله. كنظن هذا الشيء اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درنا، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس مراد، ناس دراري صغار كيبكيو. هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه. كنظن من هنا 4 شهور هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان خلاني واحد من بين الابطال اليوم اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دزت من فتره صعيبه، ولكن ربي دائما كيعاودك في شي حاجه اللي مزيانه. الايمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائله ديالي الكبيره ولا الزوجه ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياه ديالي. انا اليوم اكثر انسان سعيد لانني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر اي واحد وقف معايا في هذيك الفتره، لانني كنت محتاج سافري، لانك ماشي سهل كتنعس بالليل وكتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا. هذا الشيء كنت كنعيش، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله ليه، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي، ولكن ربي كبير الحمد لله. انا اليوم كنتزوج مع بلادي، صرف لي انني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني، والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا امين. شكرا جزيلا. ما نساوش شكرا لدوله قطر على هذا التنظيم الكبير الصراحه اللي شرف كل العرب. ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظره خايبه على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رايه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عوده اليكم من جديد بعد التصريح المؤثر